هلو هلو، ازيكم حبايبي ومتابعيني؟ تعالوا نعمل النهاردة مكرونة بصوص الخضار المشوي. حاجة كده رهيبة، طعمها تحفة وتغيير خالص عن المكرونة اللي احنا بناكلها ام صلصة عادية. شايفين الصوص بتاعها؟ يلا بينا، تعالوا اقول لكم انا عملت ايه. انا معايا هنا طماطمايه مقشراها مقطعاها 3 ارباع، وبصلايه وفلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل اصفر وقرن فلفل حامي. عايزه تستغني عن الفلفل الحامي براحتك، بس بيديها تست حلو جدا. هرش عليهم شوية زيت، وده شوية ملح بفلفل كده، ملح بفلفل بكمون، يعني شوية توابل صغيرين. ولو عندك بقى شوية زعتر، ما عندكيش زعتر حطي روزماري، بيخلي الخضار طعمه تحفة جدا. هجرش بس كده على الخضار. والمفروض ان انا احط راس توم، بس انا ما كانش عندي توم صحيح، انا بفرمه وبحطه في الفريزر، فهوريكم هعمل ايه بعد كده. هاخد الخضار بقى واحطه في الفرن على الشواية اهو. لما اتشوى شويه كده رحت مدخله عليه معلقه توم مفروم من اللي انا بشيله، وخليته برضو ياخد زي لون كده. احطهم كلهم في الخلاط، يا اما لو عندك هاند بلندر بيبقى حلو جدا. حطيت معلقه توم باودر، بصل باودر، ملح وفلفل وكمون، وحطيت معلقه صلصه طماطم، ودي كوبايه قشطه. دي بديل الكريمه لان احنا عارفين ان الكريمه غاليه. دي كوبايه قشطه كده من اللي انت بتحوشيها من وش اللبن، حطيتها كده. وهحط نص كوباية مية سخنة، وهضرب كل الكلام ده كويس قوي لحد ما تلاقيش للخضار اثر خالص. اهو انا ضربته بقى كويس جدا. وانا سلقه المكرونه، اي مكرونه سوسته، اقلام، سباكيتي، المكرونه اللي تفضليها. هجيب الكلام ده كله بقى واحطه كده في طاسه على النار يا دوبك يغلي، وتحس ان الصوص تقل معايا شويه. مش هضيف عليه اي حاجه تاني. اهو شايفين بقى تقل ازاي. هنزل بقى بالمكرونة كده، وقلتلك أي نوع تفضليه. دي مكرونة مسلوقة، يعني سلقة إلا ربع كده زي ما بيقولوا، عشان ما تبقاش مهرية قوي. هقلب الكلام ده كله كويس، وكده طبقنا خلص. شايفين طريقة حلوة جدا وطعمها تحفة وسهلة قوي قوي قوي. هفضيها بقى كده. ريحتها يا جماعة مش عايزة اقول لكم، الخضار اصلا ريحته وهي بتتشوي ريحته فظيعة، الثوم والبصل والطماطم وكل ده. جربوا الطريقة دي وان شاء الله مش هتندموا، هتعجبكم قوي. باي باي.